امي من الشخصيات المتسلطه جدا جدا، ما بترحمنيش وما بتسيبنيش، ولا بتسيب عيشتي ولا بتسيب مراتي ولا بتسيب حياتي ماشيه في حالها. لازم تعرف كل حاجه، وان ما عرفتش هبقى ولد عاق، وما بتسيبنيش خالص. اعمل ايه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حبايب قلبي الحلوين، وحشتوني. فيديو جديد وطاقه ايجابيه جديده مع امنيه غزال. يلا بينا روتين جديد كده كله طاقه بقى، ويلا بينا النهارده نشوف هنعمل ايه. وكالعاده يا ساده، قمت بدري كده ولكن قررت اليوم يبقى مختلف شوية. هنعمل ايه النهاردة؟ فتحت بقى الشبابيك كده وقلت الترابة الناعمة اللي محطوطة على الشبابيك ديت نشيلها، ونخلي الطاقة الإيجابية كده تدخل بيتنا. ونصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايب قلبي، لو لسه أول مرة بتتابعوني ما تنسوش انتوا بتتابعوا أمنية غزال، اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلك مني كل جديد. وخليكي معايا يا قلب أختك كده لآخر الفيديو علشان تديني كده طاقة إيجابية. الكومنتات بتاعتكم كلها طاقة إيجابية ليا وبفرح بيها جدا. أول ما تصحي من النوم كده شغلي إذاعة القرآن الكريم في شقتك، افتحي شبابيكك، صلي على النبي، وما تنسيش طبعا تصلي فرضك. ولو عاملة لنفسك ورد ويا سلام كده من القرآن الكريم، يا سلام لا تكوني عاملة لنفسك ورد من القرآن الكريم. صحي أولادك وخليهم كلهم نشاط، شايفين الكسل؟ يلا بينا. مش عايزين يصحوا طبعا. الطريقة ديت أنا بصحيها لابني بعد 500 مرة. يلا يا مازن، أنا متهيألي الشارع كله بيبقى سامع يلا يا مازن يلا يا مازن عشان أصحيه. ما بيصحاش الا لما اجر الجره دي. يلا نشوف عملنا ايه في اوضه الاطفال. وكمان خلصت اوضه النوم بتاعتي، دخلت كده زي ما انتم شايفين، نفضت الشبابيك ونفضت الدولاب ونفضت الحاجات دي كلها. خلي ايدك في البيت اول باول علشان الدنيا تبقى معاكي سهله وبسيطه كده، وما تبقاش الدنيا متراكمه عليكي لما تيجي تنضفي او تروقي دخلة رمضان دخلة عيد اي مناسبه. ما تلاقيش الدنيا كلها تقلى عليكي، وتلاقي ان انت سبتي الحكايه كلها تتراكم عليكي. زي ما انتوا شايفين كده، انا يوم ويوم بدخل اغير الملايات بتاعت اوضه الاطفال طالما نايمين عليها. انما السراير اللي مش مستخدمه او السرير بتاعي لو ما بنامش عليه بسيب الملايه عليه زي ما هي. دخلت بقى اوضه الاولاد كده وشلت الملايات بتاعتهم، وابتديت ان انا افرش لهم ملايات نظيفه والمعطر. وكمان انا كنت ماسحه قبليها بيوم في الفيديو اللي فات. ما تنسوش حبايب قلبي الحلوين تنزلوا تتفرجوا على بقيه الفيديوهات، كلها طاقه ايجابيه وهتعجبكم طبعا. رايكم بيهمني جدا. عايزه اشارككم في حاجه، يا ترى ان انا اكمل معاكم احكي معاكم القصص اللي بتجيلي او المشاكل اللي بتجيلي. بتحبوا تسمعوها وبتحبوا تشاركوني الراي او لا؟ رايكم طبعا بيفيدني جدا، ورايكم الناس بتستناه، اصحاب المشكله ايا كان اللي بيبعت المشكله بيبقى بيستفاد منكم. احنا كلنا بنساعد بعض، كلها مشاكل حياتيه احنا ممكن تكون في بيتي وفي بيتك وفي بيت كل حد فينا او مر بيها اي حد فينا. خلصت الاوض وزي ما انتوا شايفين كده طلعت على الصالة بقى. خلي ايدك في حتتك اول باول زي ما كنت بقولك. مشكلة النهاردة بقى جاية لنا من الراجل ذات نفسه. امي يا امنية ما بتسيبش مراتي في حالها، امي متسلطة جدا، امي من الشخصيات اللي عايزة تحط مراتي تحت رجلها. هي ست ديكتاتورية. انا بحب امي جدا وفي نفس الوقت مراتي بتصعب عليا جدا جدا جدا. اعمل ايه؟ انا مش قادر اوافق بينهم الاتنين. انا مسافر ولكن هي عايزة كل ما اجي ابعت المصروف لمراتي لازم اكون معرف امي، ولازم كمان ابعت المصروف على امي، ومراتي اللي تنزل تاخده منها. يا اما كده يا اما امي تقيم عليا الحد حرفيا، تفضل تدعي وتفضل تشتم وتفضل تبعت لي في رسائل وانا غضبانه عليك، وانت مش ابني، انت بتاع مراتك، انت كلام صعب قوي. وانا ما بستحملش اي زعل من زعل امي، وما بستحملش ان انا ازعلها. انا بحاول اراضيها على قد ما اقدر، ولكن هي معاملتها بتبقى صعبة قوي وصعبة قوي مع مراتي. انا كنت الاول ما بصدقش مراتي، ولكن لما نزلت اجازة وشفت بعيني الوضع صعب قوي. المعاملة وما هياش عايزة تخلي مراتي تعرف اي حاجة عني. حرفيا الفلوس اللي اعينها او اي حاجة اشتريها او اي حاجة اجيبها، لا، مراتك ما تعرفش عنك اي حاجة، هي اللي تعرف عني كل حاجة. امي مش عارف اتصرف ازاي، مش عارف اعمل معاها ايه، خايف انها تكون غضبانة عليا. قوليلي اتصرف ازاي، اعرضي المشكلة عندك وانا هتابع التعليقات. مستني تعليقاتكم، وكمان انا كمان مستنيه تعليقاتكم حبايب قلبي الحلوين. لو لسه متابعيني للوقت ده ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، ونشوف رايي انا كأمنية في المشكله دي
انت طالما ما بتغضبش امك راضي مراتك، خليك سلاح ذو حدين، او بمعنى اصح خليك حيادي. طالما ما بتغضبش امك وقدام ربنا، اعمل اللي يرضي نفسك واعمل اللي يرضي ربنا ثم نفسك، ما تعملش اكتر من كده. انت ما انتش عاق، خلاص بتشوف طلبات امك خلاص. انما الكلام او الكيد اللي هي فيه، هي ما هياش قادرة على نفسها، فسيبها لنفسها. ادعي لها كتير كتير وانت بتصلي ان ربنا يهديها، وربنا يهديها ويهدي امهاتنا اجمعين، ويهدي كل حما ما بتتقيش ربنا في مرات ابنها. كارثة، كارثة بجد لما الحما ما تتقيش ربنا في مرات ابنها. لما انتي ما انتيش قد ان انتي تجوزي ابنك، او ان انتي بتحبيه قوي او بتغيري عليه قوي، بتجوزيه ليه؟ بتروحوا تجيبوا بنت الناس من بيتها ليه؟ ما تسيبوها في حالها، وخلي ابنك جنبك ينفعك وتعرفي عنه وتشيلي عنه وكل حاجة تبقى ابنك معاكي. بتظلموا ولاد الناس ليه من بدايتها؟ ده كان رأيي، ان انت تفضل مع مامتك زي ما انت، وما تغضبش مامتك طبعا، ولكن ما تنصرش مامتك على مراتك وما تنصرش مراتك على مامتك. خليك متوازن بين الاتنين. يا رب تكونوا استفدتوا معايا في الفيديو، ويا رب يكون الفيديو سهل وخفيف على قلوبكم. اتمنى ان انتوا تكملوا الفيديو معايا للاخر. الفيديو كله طاقة ايجابية. اليوم النهاردة كان كله شغل، وكان كله نشاط كده. انا صاحية بدري طبعا. فتحة الشبابيك والحاجات دي كلها بتخلي اليوم كله بركة. لما تصحي بدري بتعملي وبتنجزي حاجات كتير قوي في بيتك، وتخلي فعلا في بركة في اليوم. صحي اولادك كده للمدرسة، وتقومي تخلصي اللي وراكي اول باول، على بال ما يجولك الظهر كده او على الساعة 1 تكوني جهزتي الغدا وشطبتي مواعينك. تقعدي مع اولادك كده وانت رايقة، ما تبقيش مضغوطة نفسيا. لما الام بتبقى مضغوطة نفسيا بيبقى في البيت طاقة سلبية، والطاقة السلبية دي ربنا يبعدنا عنها. حبي نفسك، وكل فيديو هفضل اقولك حبي نفسك. لاي ست، حبي نفسك على قد ما تقدري، انت تستاهلي كل حاجة حلوة. ما تأثريش في حق نفسك في يوم من الأيام. ده كله هيبقى منعكس على بيتك، هينعكس على حياتك الزوجية، هينعكس على أولادك، هينعكس على صحتك قبل ده كله. فحبي نفسك. يا رب تكوني استفدتي معايا من الفيديو النهاردة. يا رب أكون قدرت إن أنا أوصلك معلومة أو أوصلك طاقة إيجابية وفدتك. لو كنتوا معايا من الوقت ده من الفيديو، ما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصل لكم مني كل جديد. وكمان ما تنسوش تتابعوني في اللايفات وتحطوا لي لايك وتقولوا رأيكم في المشكلة بتاعة النهاردة. رأيكم هيهمني جدا جدا جدا. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.